صدام القمة والقاع. نادي النصر السعودي في مهمة تأكيد الهيمنة أمام نادي النجم السعودي الباحث عن المعجزة. ليلة منتظرة في الدوري السعودي، مين يحسمها؟ النصر لعب 22 مباراة، يحتل المركز الثاني ب55 نقطة، أداء قوي جدا واستقرار مميز في النتائج. النجم لعب 22 مباراة، في المركز الثامن عشر الأخير ب8 نقاط فقط، يعاني بشكل كبير هذا الموسم. الفريقان مقارنة في الأداء. التشكيلة النصر، لو بتحب النصر اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. خط الدفاع سلطان الغنام، محمد سيمكان، عبد الإله العمري، أيمن يحيى. خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو غابرييل، ساديو ماني، كينغسلي كومان. خط الهجوم كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، لمدة 3 دقائق. تحليل فني النصر في أفضل حالات الموسم الحالي ضمن سلسلة انتصارات كثيرة في الدوري. متوسط تسجيل أهداف جيد، حوالي 2.0 هدف في آخر مبارياتهم. يمتلك هجوما قويا بقيادة النجوم البرتغاليين رونالدو وفيليكس، إضافة إلى مشاركة ممتازة من لاعبي الوسط البرازيلية والكبار. تشكيلتك الهجومية كريستيانو رونالدو زائد جواو فيليكس زائد دعم من مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، كومان. تحليل فني النجمة، لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. يعاني الفريق من ضعف هجومي واضح، مع معدلات تهديف منخفضة جدا هذا الموسم، حوالي 0.9 هدف/مباراة. دفاع الفريق يستقبل أهداف كثيرة، وتركيزه يكون على البقاء وعدم الانهيار في النتيجة. التاريخ بين الفريقين: النصر يهيمن في المواجهات السابقة وحقق الفوز أغلبها، مقابل انتصارات نادرة للنجمة. تحليل تكتيكي مختصر. النصر أسلوب اللعب هجومي مع سيطرة في وسط الملعب، استغلال السرعات والأطراف من خلال ماني وكومان، مع استغلال اللمسة النهائية من رونالدو وفيليكس. نقاط القوة: فعالية هجومية عالية، تنوع في خيارات التهديف، خبرة اللاعبين الكبار في المباريات الحاسمة. النجمة أسلوب اللعب المتوقع، دفاعي أكثر، يعتمد على التمركز الجيد ومحاولة شن هجمات مرتدة نادرة. نقاط الضعف: ضعف في الخط الأمامي وعدم تحويل الفرص لأهداف، تراكم الأهداف المستقبلة هذا الموسم، قلة الخبرة لمواجهة فرق كبيرة. توقع النتيجة. تحليل عام بناء على الإحصائيات: النصر يمتلك الأفضلية في السيطرة على الكرة وفي الإحصائيات الهجومية. النجمة أكثر عرضة لخسارة ثقيلة، خصوصا أمام فرق الكبار، نظرا لفارق المستوى الإحصائي. نقاط مفتاحية: النصر في حالة فنية ونفسية جيدة جدا. النجمة يكافح للبقاء وقد يستفيد أحيانا من أخطاء دفاع الخصم، لكن خطر تسجيله محدود. السيناريو المتوقع غالبا تفوق هجومي